عسلامة، مساء النور، مساء الفل. اليوم كما تشوفوا باش نعملوا خبزة جاتو ياسر بنينة مادام توكا في الطقس بارد، ومازال عنا البرقدان ياسر تجي خفيفة وبنينة وهشوشة على الاخر. مكونات قطع طابي موجودة في كل دار. كما تشوفوا المكونات نخليها لكم زادة في صندوق الوصف. لهنا باش ناخدوا اي فورمة، ماهيش بالضرورة الطبق هذايا باش نعمل فيه اي طبق عندكم. انا الحق هذه باش نجربها اول مرة الفورمة ديكا. دهنتها بالزبدة ومن بعد رشيت عليها الفارين. الحق ما لصقت ليش، طلعت لي خبز الجاتو كاملة ما تنقصش من حتى شيء. طلعت الكاليتي متاع الفورمة باهية. اول حاجة ما نعملوها نخرجوا العظام ديما من الفريجيدين قبل ما نعملوا الجاتو، على القليل قبل بنهار يكون بحرارة المطبخ. كما تشوفوا عنا 4 كعبات يكونوا بحرارة المطبخ. عنا كيف الفارينة، عنا 400 جرام فارينة تكون مغربلة، وعنا ذاك كعبة البرقدان برشناها. عنا الخميرة 15 جرام، وعنا السكر يكون 150 جرام، والحليب يكون 100 جرام كيف ماهوش بارد. ومش نعصروا البرقدان 200 مليلتر. نجمو نوزنوه بالجرام ولا زادا كان عندك الحليب هذاك اللي يوزن بالمليلتر. وعنا الزيت 200 مليلتر كيف زيت، ولا 200 جرام زيت. كيف الغاديك الكاس ما كفاليش، كملت وزنت طرايف الاخر في الكاس الصغير. لهنا نكونوا سخنا الفور قبل ما نبدو نخلطو. فقسنا لهنا العظم، وديما باش تجيك اي جاتو بنين ديما نحطو رشة الملح هذيك باش تبان لنا الجاتو متاعنا. هكا باش نبقوا نركضوا في الباتور. باش نزيدوا السكر، ماهوش بالضروره الباتور هذاك، خاطر انا الباتور العادي الصغير تهلك اللي استعملت العجانه. انتوما تنجموا بالباتور العادي الصغير، ولا كان ما عندكمش تنجموا بالركض اليدويه، ما باش تعبكم شويه باش تذوب السكر. المهم نركضوها بالكدا اللي يبيض اللون نتاعها ويفتح على الاخر. من بعد نزيد بقيه السوائل. لهنا نجمو نزيدو القوم تاعنا كيف ما نحبو. عنا هي ديجا البرقدان، كانت تحب قو اخرى تنجم تزيد معاه شويه فاني. ما هي برقدان هي ديجا مفوحتها على الاخر. بالنسبه للفور نكونوا مسخناه بالكدا من الاول، ومن بعد نحطوه على 150 درجه جوست يشعل كان من لوطا كهو، ما نشعلوهوش من فوق. لهنا باش نزيد الزيت اللي عندي، الزيت اللي هو 200 مليلتر زيت ماذا بينا نباتي ماهوش زيت زيتون. نبدو نزيدو كما تشوفوا بشويه باش يتجانس لي مع الخليط ويتخلط لي بالكدا. والحليب يكون دافي، ما خرجو من قبل من الفريجيدير، ما يكونش بارد برشا باش ما يهلكليش الجينواز نتاعي. خلطوا بالكدا، شوفوا اللون نتاعها حتى اللون نتاعها بدا يفتح. لهنا باش نزيد الحليب اللي هو 100 غرام حليب اللي ولا مليلتر، كان عندكم الكاس اللي يوزن بالمليلتر. اللي ما عندوش حليب ينجم يزيد عادي كعبه ياغورت ما يقلقش بنكهة الفاني. هي ديجا فيها 110 كعبة ياغورت، عادي يزيد كعبة ياغورت. لهنا قبل ما نعصروا البرقدان نتاعنا خذينا الجاست نتاعو رابيناه، وبعد عصرنا البرقدان جو ماهوش معصورة كعبة كاملة، جوست جو 200 مليلتر. كما تشوفوا هكا كاس البرقدان. باش نبقوا نزيدوا كيف في البرقدان. كان وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة عائلة فاطمة او منظر باش يوصلكم كل جديد وجاي من الفيديو، وكومنتير كان تحبوا اي وصفة اخرى نهبطها لكم. لهنا نخلط الخليط نتاعي اللي يتجانس بالكدا. شوفوا اللون نتاعو ديجا فاتح كما تشوفوا. نشوفوا ديما نتفقدوا من اللوطة اسكو تخلط بالكدا ولا لا. لهنا باش نزيد نغربل الفرينة، باش نغربل الفرينة نتاعي باش ما يبقاليش فيه حتى شوائب، خاطر باش نحطها ديريكت باش تكبد لي الجاتو نتاعي. ديما نهويها ندخل لها الهواء، نهويها ماذا بينا ديما قبل بشويه قبل التخليط، ولا وقت اللي نخلطوا لي جاتو مش قبل بمده ولا احنا حاطينها في حك. لهنا زدنا 15 غرام من خميره الحلويات، ومش نبقوا نزيدوها على مراحل ونخلطوا الخليط نتاعنا عادي بالسباتولا ذيك ولا بالركاضه العاديه اليدويه. من بعد باش نركضها بالركضة اليدوية باش تدخل لي الفارينة بالكدا للخليط نتاعنا اللي هو متكون من الزيت والحليب والعظام وعصير البرتقال.
كونوا في الأثناء سخنا الفور كما قلت لكم، تخنوه بالقدام وفوق من اللوطة، من بعد طفيو عليه جوست من اللوطة. ديما الجاتوات هذوما اللي يبدو كبار ديما ماذا بينا نشعلوا الجاتو من اللوطة باش يطيب لنا بالقدام، ومن بعد من فوق خاطر كي نشعلوه من اللوطة ومن فوق يتسهدلنا ومن داخل يبقى عجينة على 150 درجة مدة 30 دقيقة كل واحد والفور متاعو. ديما نكرر كل واحد والفور متاعو، خاطر ساعات تلقى فور يشد وقت وساعات لا فهمتي. والفور وزادا كان يبدا فونتيلاتور ديجا يدور الهواء على كامل الفور. لهنا كما تشوفوا بالركاضة اليدوية خلطنا الخليط اللي هو 400 غرام فرينة، حطيناه مع 15 غرام خميرة، وتاكا باش نحطوه في الفورمة متاعنا. كما تشوفوا خلطها بالكدا بالزبدة والفرينة. خفت ديجا كثرت لها باش ما خفت لا تلصق لي، ديجا ما لصقتليش. ومن بعد باش نصبوا الخليط. كي نجو نصبوا الخليط ماذا بينا ديما نهزو يدينا باش الخليط من داخل يتهوى وما يجيش مكبت، باش يدخلوا الهواء وما يجيش من داخل معجن. ديما نهزو يدينا ونهبطوا بشويه بشويه في الخليط متاعنا. في الوقت هذايا نكونوا ديجا الفور سخون حاضروا قبل بوقت. كيما تشوفوا ديما نهزو يدينا، شوف الخليط كيفاش سائل، ماهوش معجن، ماهوش يعني مكبوس الخليط متاعنا سائل ديجا باش تجينا ياسر بنينه. ولهنا تنجموا تعملوا معاها الكريمه بالقوم تاعها بالبرقدان. انا الاولاد يحبوا الشوكولا جوست خليتها كيك ناتوريل. انتوما الصوص نتاعكم تنجموا تاخذوا كاس كيف تشوفوا اللي وزننا به ديجا العصير هذاك، تعملوا كاس عصير تزيدوه مغرفه نشاء ومغرفه سكر. كان العصير نتاعكم حلو ما غير ما تزيدوا السكر، وكان العصير نتاعكم ماهوش حلو تزيدوا السكر تحطوه على النار. يعني تشوفوا كيفاش نضرب في الطبق باش يخرج لي الهواء. وانتم كان الطبق نتاعكم باللار تحطوا كل منديله من اللوطه وبشوي بشوي تحطوه خاطر كان يتكسر لكم. لهنا خبز الجاتو نتاعنا شوفوا كيفاش طلعت محلاها منفجه وحمرت لي زاده بالكدا ماهيش نيه من داخل. توا باش نقلبها، اما ما تقلبوهاش ديريكت، تخلوها جوست شويه للي تبرد شويه من بعد تخرجوها. كما تشوفوا هاني سخونه مازالت ما بردتش. والابيض هذاك اللي تشوفوا فيه هذاك نتاع الفرينه، علاش قلت لكم ما تكثروش كان تعرفوا الطبق نتاعكم ما يلصقش. انا ديجا اول مره نجرب وخفت كثرت شويه، عادي هذاك يتنحى شويه بالسكينه ما يتيحاتش. لهنا كما تشوفوا نجم نحطوا عليها الصوص كما حكيت لكم اللي هو كاس عصير 200 ملل معاها مغرفه نشاي معاها مغرفه سكر، تحطوه فوق النار. من بعد ديريكت دوب ما تطيب الخبزه تصبوها ديريكت، ما طيبوهاش قبل تستنوا الخبزه تطيب خاطر تجم تمالكم. لكن طيبوا الخبز الجاتو من بعد طيبوا الصوص هذيك ومن بعد تحطوها فوق الجاتو. لهنا زينتها بالشرائح تاع البرقدان اللي عملناها في الفيديوهات السابقه. تنخلي لكم الليام تاعها الرابط نتاعها في صندوق الوصف، وكيف كيف تنخلي لكم المكونات في صندوق الوصف. لهنا باش نقص لكم معها ترانش باش تشوفوا ياسر تجي خفيفه وهشوشه وبنينه. والقوم تاع البرتقال في الدار الكل ديجا كي نعمل فيه. لهنا هي ديجا مازالت سخونه، نتوما تستناوها تبرد شويه. شوفوا كيفاش منفجه وماهيش مكبده من داخل وماهيش ديجا مزيته، هي مازالت سخونه نتقصت لي ما تفتفتليش بقات كيف ما هي. وحتى اللون نتاعها ياسر محلاه، شوفوا محلاها. لهنا في المرحله هذه تنجموا تزيدوا الصوص كما حكيت لكم بعد ما تجيب خبز الجاتو ما طيبوش الصوص من اللون. انا الاولاد يحبوا الشوكولا جوست خليتها لهنا بالبرقدان ما زدتهاش لا شوكولاته لا حتى شيء. شوفوا ذقتها لكم ياسر هشوشه وبنينه. وكان وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا جيم لقناه عائله فاطمه او منظر وكومنتير وكتبوا لي كومنتير ملوتا كان عجبتكم الوصفه. لهنا الوصفه نتاعنا ياسر سهله وديجا احنا توكا وقت البرقدان نتاعنا مازال متوفر الحمد لله. نجموا نعملوا ابان جاتو بنكهه البرقدان. طيب كما بقى لي كان نقول لكم في الامان، استنوني في فيديو قادمه باي فيديو جديد ان شاء الله.